كرر هذه الكلمة 111 مرة وسيفتح لك باب الرزق. اكتب هذا الحرف 70 مرة وستشفى من كل أمراضك. علاج مشاكل السحر، علاج مشاكل المس، طا سين ميم. أكررها 111 مرة، 111 مرة أو 1111 مرة. حاميم عين سين قاف. هذا ورده يعني الفائدة اللي ممكن أنت تشوفها ب 1093. هذا الرقم السري تبعه. أولا إذا داومت على هذا الورد، إذا ردت كشف، الله تعالى بيكشف عليك أي شيء أنت تريده في عالم الدنيا والآخرة. أي شخص بيشتكي من أي مرض جسدي مهما كان المسمى بتاعه، فقط اكتب سورة الشعراء مرة واحدة فقط. اكتبها بحبر الزعفران أو أي قلم أحمر حبر غذائي، وتعطرها بمسك الغزال الأسود أو دهن العود، وحضرتك بتبدأ تضعها في المياه وتشرب منها وترش الجسد. في نفس اليوم كافة الأوجاع أو الأسقام اللي موجودة في الجسد بتبدأ تختفي. بسملة 19 مرة، الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة، من موجبات وتحتيم قبول الأعمال أو العلاجات. في كل ورقة من الأربعة كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة. هكتبها في الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة. بقى كده معانا الورقة الرابعة 70. بعد ما كتبت عليهم كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة، بعطر الورقة، أو قبل ما أعطر الورقة أختم بالصلاة على سيدنا النبي مرة واحدة فقط في كل ورقة، وبعدين أعطر الأربع ورقات وأقرأ عليهم كاف هاء ياء عين صاد. أقرأها إما 70 مرة أو 1000. المكاشفة اللي هتحصل عندك أو البصيرة اللي هتحصل عندك هتكون بصيرة نورانية، يعني هترى كل شيء فيه خير أو أنوار أو أرواح نورانية. وفي نفس الوقت هيكون عندك مكاشفة لبعض الأنواع الشيطانية للتحذر. هي طريقة عن استخدام سورة الإخلاص في فتح البصيرة وفتح عين القلب. أنا بسميها بقى عين القلب. مش هل سمعت هذه الجمل من قبل؟ خلف هذه العناوين البراقة التي تملأ منصات التواصل الاجتماعي يختبئ سر خطير، إنه سحر آخر الزمان الذي يأتيك بغلاف ديني. يظن الملايين أنهم يتعبدون، لكن الحقيقة هي استحضار للشياطين. الأرقام التي يروج لها هؤلاء مثل 111 أو 1093 ليست عشوائية في عالم السحر. يعتقد أن لكل رقم طاقة روحية، وهي وسيلة للتواصل مع الجن فيما يسمى بسحر خادم الحرف. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف يسقط الناس في هذا الفخ؟ الأمر يبدأ باستغلال احتياجاتك. من تعسر الزوج إلى ضيق الرزق، ثم ينتقلون بك لكتابة طلاسم وحروف وتكرارها بشكل مجهد. المرحلة الثالثة هي الأخطر، حيث يوهمونك بفتح البصيرة لرؤية الملائكة، بينما الحقيقة هي هلوسات بصرية ناتجة عن التنييم النفسي والضغط العصبي. الأمر لا يتوقف عند الورق، بل يصل لبيع الأحجار الكريمة والتمائم بدعوى طاقتها الشافية. هذا هو منطق عبادة الأصنام بصيغة حديثة. الساحر لا يطلب منك السجود للحجر، بل يطلب منك الاعتقاد بأن للحجر تأثيرا، وهذا هو الشرك بعينه. تذكر: من علق تميمة فقد أشرك. إذن ما هو البديل؟ الله عز وجل جعل في كتابه شفاء ورحمة، لكن بالتدبر لا بالطلاسم. الرقية الشرعية، أذكار الصباح والمساء، وسورة الملك المانعة من عذاب القبر هي حصنك الحصين. وإذا أردت قضاء حاجتك فعليك بكنوز الدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة وفي ثلث الليل الأخير. لا تترك قلبك لقمة سائغة للدجالين. الشرك أخفى من بريم النمل، فاستعذ بالله دائما مما تعلن ومما لا تعلم. شارك هذا المقطع لتحمي غيرك من السقوط في فخ السحر الناراني المزعوم، ودمتم في أمان الله.